بغيت نتعلم شي حاجه من الانترنت اللي نقدر نجمع بها راس المال، شي حاجه تكون ملموسه والربح ديالها كيتعلق بالعمل مع الزبون مباشره، يعني نتخلص معانسه للخدمه. ما كرهتش تكون عندها علاقه بالديزاين، ولكن بشرط تكون سهله واحترافيه في الخدمه ديالها، ما تاخذش ليا وقت كبير، وتكون مطلوبه عن جميع الشركات والافراد والمحلات التجاريه والمطاعم ومختلف المؤسسات. هاد الحصه غادي تكون من بين اروع الحصص الغنيه بالمعلومات القيمه، لانه غادي نتعرفوا على الدرس بشكل نظري، ومن بعد غادي ندوزو نطبقوا مباشره. غادي نتعلموا كيفاش نصاوبوا فلاير احترافي، بيزنس كارد رائعه، بروشير ديزاين بتصميم جميل، ريزيوم ديزاين او سي في مطلوب جدا ومتميز، رول اب بانر والكثير من انواع التصاميم، وفي الاخير غادي نصاوبوا موك اب بانر اللي غادي تعطي للمنتج لمسه فنيه رائعه. وهذا الشيء كامل غادي تتعلم ليه في وقت سريع جدا، لاني جبت لك كل شيء جاهز والملفات مجانيه 100%. فابور خاصك غير تبدا، حتى الكليان غيشري عندك بدون تردد، لان العمل احترافي جدا. ستكون هذه الحلقه ممتعه وشيقه جدا لدرجه انك ستقوم بتطبيقها مباشره بعد مشاهدتك للفيديو. انا اللي عليا غادي نجيب لك اسهل الطرق للربح من الانترنت، ايضا غادي نحاول نبسط لك الفكره ونشرح لك الطريقه بشكل اسهل ان شاء الله. وحتى بالنسبه للملفات اللي غادي نشارك معاكم والمواقع غادي تلقاوها في الرابط اسفل الفيديو. انا عارف بان الاغلبيه صعيب عليه انه يصاوب ديزاين لاول مره في وقت قصير، وشحال من واحد ما عندوش الوقت باش يبقى يتعلم مده ديال شهرين او 3 شهور باش يصاوب ديزاين بشكل احترافي، لان كل واحد الظروف ديالو. بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا مشروع معين وما عندهمش راس المال، هاد الطريقه تقدر تجمع بها راس المال، تقدر ترجع مصدر دخل جيد بالنسبه لك، ما غاديش تاخذ لك بزاف من وقتك، وغادي تخدم وانت كتستمتع. وبصفه عامه اي واحد بغى يبدا العمل من الانترنت وما عرفش منين يبدا، انا كننصحو يبدا بهذه الطريقه اللي غادي نشوفوا جميع، لان غتكون عندك في البدايه هوايه ممتعه، ومن بعد تقدر تولي عندك مصدر رزق. عدد كبير من الناس ضاعت لهم سنوات من حياتهم فقط بسبب سوء في التوجيه ملي كان كيقرا في الثانويه، ما لقاش اللي يوجهه او اللي ينصحه، وكيمشي في واحد الاتجاه خاطئ وما كيفيق حتى كيلقى راسو قطع مسافه طويله وما يمكنليش يرجع الزمن للور. نفس الامر بالنسبه للناس اللي بغاو يخدموا من الانترنت ملي ما كيلقاوش التوجيه الصحيح. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش فكره على الفوتوشوب، ادعوكم لمشاهده 4 فيديوهات تشرح اساسيات برنامج الفوتوشوب. المده ديال كل فيديو 10 دقائق تقريبا، واي حاجه تعلمتيها دير التطبيق مباشره في الفوتوشوب اللي عندك. علاش بالضبط برنامج الفوتوشوب؟ من خلال تجربتي هو افضل برنامج اللي تقدر تبدا به، لانه احترافي وتقدر تخدم به خدمات مربحه جدا. بالنسبه للتصاميم اللي غادي نتعلموا اليوم، عليهم الطلب بشكل كبير جدا، لانه وسيله اشهاريه مهمه بزاف. واي واحد بغى يبدا شي مشروع معين، او اللي عنده شي مناسبه، او لا شركه معينه، تجاره الكترونيه او اي مشروع تجاري، وبغى ينجح ليه المشروع ديالو ويجيب ليه عدد اكبر من الزبناء، كيمشي يقلب على مصمم اللي يقد له بعض التصاميم الخاصه بالدعايه والاعلان. غادي ناخذ الفلاير كاول مثال، تقدر تصاوبها وتبيعها للكليان بشكل مباشر في مدينتك مثلا. طريقه الحصول على الزبائن اللي غيشريو عندك ماشي صعيبه بزاف، ما كتحتاجش مجهود كبير باش تلقاه، يكفي انك تخبر الاصدقاء ديالك والناس اللي كتعرف بانك كتصاوب الفلاير ديزاين مثلا، وتوريهم عينه من الاعمال ديالك وتنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، وتخلي الرقم الهاتفي ديالك. اكيد غيتواصل معك عدد كبير من الناس، اما الا درتي اعلان اكيد غيجيوك عدد اكبر من الطلبات. ما عمرك ما تقول للكليان السعر منذ البدايه، حاول تعطيه المميزات ديال التصميم وتقنعه بانك غادي تصاوب ليه تصميم متميز، وتعطيه عينه من تلك التصاميم. اختار 4 أو 5 ديال التصاميم جميله باش يتاكد من العمل ديالك. لنفترض ان هذا الشخص عنده ريستورون مثلا وبغاك تصاوب ليه لي فلاير، وانت مازال جديد وما عارفش كيفاش تصاوب هاد الديزاين، وشحال الثمن اللي غادي تقول ليه. اول حاجه غادي تمشي لجوجل وتكتب المطابع بمدينه
وتكتب الاسم ديال المدينة ديالك، مثلا المطابع بمدينة الرباط، أو لا تكتبها باللغة الفرنسية، أو لا اكتب اسم الحي ديالك والمدينة وغيخرجوا لك في نتائج البحث أغلب المطبعات القريبة لك. غادي تمشي عند 2 ولا 3 ديال المطابع، منين تدخل عند أي مطبعة حاول تقصد الشخص مدير المطبعة أو الشخص المسؤول اللي غادي يعطيك جميع المعلومات. سولوا على مختلف الأحجام اللي عندهم ديال الفلاير، مثلا A3 A4 A5 A6 A7. من بعد سولوا على مختلف أنواع الأوراق اللي عندهم، مثلا ورق السمك ديالو رقيق أو متوسط إلى غير ذلك. من بعد سولوا على الكاليتي ديال الصورة والألوان ديال الفلاير، وهو غيوريك أمثلة عندهم جاهزة باش تتأكد من جودة الصورة. أيضا سولوا على العدد، مثلا إلا خديت عندك 1000 فلاير من نوع أكت ورق متوسط سمك شحال غيكون السعر، أو 500 أو 2000 إلى غير ذلك. وسول على جميع المعلومات اللي غادي تحتاجها قبل ما تهضر مع الكليان. وفي الأخير قل له أنك أنت مصمم وبغيتي تبقى تتعامل معهم بشكل مستمر، وقل له يزيد ينقص لك في الثمن، لأنك أصلا غتجيب لهم الديزاين وانت اللي غادي تصاوبه وهما غادي يتكلفوا بالطباعة ديالو. حاول تشوف عدة مطابع باش تاخذ فكرة أفضل على السعر وعلى جودة الصورة. دابا إلا سولك الكليان على السعر غادي تعرف تجاوبه. انت من قبل غادي تكون حسبتي شحال السعر بالجملة باش غادي تقام عليك الطباعة، غادي تزيد عليه هامش الربح ديالك وسعر التصميم اللي صوبتي، ودير المجموع ديال السعر الكامل. الا مشى حتى قال لك الكليان مثلا راني سولت واحد المصمم قبل منك وقال لي سعر اقل، قل له راه الثمن على حسب جودة الصورة وعلى حسب نوع الورق وعلى حسب جودة التصميم. ملي تتفق معاه على الثمن قل له يرسل لك المعلومات اللي بغاها تكون في الفلاير، مثلا اللوغو الا كان عنده، معلومات التواصل، او الاعلان اللي بغاه يكون في التصميم. والا ما عرفش اشنو يكتب في الاعلان قل له انك انت غادي تكلف له بكتابة النص. من بعد غادي تقول له يرسل لك مثلا 25% او 50% ديال الثمن اللي اتفقتوا عليه كتسبيق، وملي تسالي العمل يرسل لك البقية. وحدد معاه المدة، مثلا 4 أيام او 5 أيام باش تسالي العمل. حاول تعطي راسك متسع من الوقت باش ما تحشمش مع الكليان. الخطوة الثانية غادي تجي لهذا الموقع PSD زون وغادي دير لا سوري على برينت، وغيبانوا لك بزاف الانواع ديال التصاميم. اختار فلاير، من بعد غتكليكي على كلوز وغادي تلقى بزاف الانواع ديال الفلاير لمختلف المجالات، مناسبات في المجال الطبي، مدارس خصوصية في مجال الاكل والكثير. غادي نختاروا مثلا هذا التصميم لانه قريب للمجال اللي بغينا على حسب طلب الكليان. كليكي عليه، من بعد غادي تنتقل لهذه الصفحة اللي فيها التصميم. لاحظوا معايا التصميم رائع صراحة. غادي تنزل شوية لتحت وغادي دير كليك على تويت، نتسناو شوية ونزولوا هذه الصفحة، وغادي يبان عندك هنا اللين باش تيليشارجي هذا الديزاين. كليكي عليه وهو يبقى يتيليشارجا بكل سهولة. ملي يسالي التحميل كليكي باليمين مثلا ودير اكستراكت هير، او لا كليكي 2 المرات على داك الملف. غادي يبان عندك واحد الملف غدير عليه دوبل كليك، غادي تلقى 3 ديال الملفات. غدير عاوتاني دوبل كليك على الملف اللي فيه في الاخير ديال الاسم ديالو PSD template، وغادي تفتح لك الملف بهذا الشكل. غالبا كتبان عندك واحد الصفحة صغيرة كتخبرك بان هذا النوع من الخطوط ما عندكش في الفوتوشوب، وهذه هي اسماء الخطوط المستعملة باش تصاوبات النصوص في هذا الفلاير. يمكن لك تيليشارجيهم دابا ولا حتى من بعد. ندير كانسل. لاحظوا معايا هاد الملفات هما لي لايرز، وكل لاير خاصة بشي صورة او لا كتابة او لا تصميم معين في الفلاير. وباش يبان عندي التصميم ندير كليك هنا، من بعد ندير كليك على هاد العين باش تختفي صورة الموقع، عاد غادي يبان لي الديزاين بشكل واضح. الا بغيت نعرف محتويات كل ملف في التصميم ندير كليك على هاد العين ونعاود نكليكي مرة اخرى، وغادي تختفي وتعاود تظهر مرة اخرى. مثلا الملف الاول يحتوي على صور طماطم والفلفل، وإلا درت كليك على هذا السهم غادي يبانوا عندي 4 صور لهذا المواد. نقدر نزول اي وحده ولا نغير الحجم ديالها، ويكفي فقط انني نختار اي عنصر في الصورة
مثلا هاد الاكله وندير فوقها واحد الكليك وغادي تسيليكسيونا عندي اللاير ديال الصوره. نقدر نزولها اولا نخليها. نقدر ندير كنترول تي ونجي للزاويه ديال هاد المستطيل ونكليكي على شيفت ونسحب لا سوغي وغادي نصغر ولا نكبر الحجم ديال الصوره. الا ما فهمتيش مزيان اشنو كندير دابا حاول تشوف هذوك الفيديوهات اللي قلت لكم عليهم، راني شرحت هذا الشيء كامل في هذوك الفيديوهات. حاولوا انكم تشوفوا دوك الفيديوهات وتطبقوا هذاك الشيء، راه ما فيهمش بزاف ديال الوقت، ومن بعد انتقلوا باش تكملوا معايا. وإلا قدرتوا تكملوا معايا هكذا ماشي مشكل. المهم حاول انك تطبق هذا الشيء اللي كتشوف مباشره، حيتاش ما كافيش انك غير تفرج في الفيديو. وايضا باش تقن هذا الشيء مزيان، مثلا بغيت نغير الصوره ديال هذه الاكله، غادي نكليكي عليها. لاحظوا معايا اللاير ديالها فيه واحد السهم صغير، وهذا الشيء كيعني انها مرتبطه بهذا اللاير اللي تحت منها الخاص بالدائره البيضاء. غادي ندير كليك باليمين على الصوره ونختاروا Realize Clipping Mask، وغادي تخرج لي الصوره من الاطار الدائري. غادي نخفيها من هاد العين اولا نزولها في مره بالضغط على ديليت اولا سوبريمي من الكيبورد. من بعد غادي ندير كليك على الاطار ديال الدائره ونجيب الصوره اللي بغيت ندير في بلاصتها. نجيب الصفحه ديال الملف ديال الصور امام الفوتوشوب ونكليكي على الصوره بدون توقف ونسحبها فوق التصميم. نختاروا مثلا هاد الصوره، نجيبوا الزاويه ديال الصوره بلا سوغي تيبان لي هاد الشكل. ندير شيفت وكليك ونسحب مباشره الصوره حتى تولي تقريبا قد الدائره. من بعد ندير اونطري ونجي اللاير ديال الصوره، ندير عليه كليك باليمين ونختار Create Clipping Mask، وغادي تدخل الصوره في الاطار. الا بانت ليا ما واضحاش مزيان ندير كنترول تي ويبان عندي المستطيل مره اخرى ونصغر الشكل ديالها حتى تبان بشكل واضح في الاطار الدائري، ونعاود ندير اونطري. نفس الشيء ندير مع الصور الاخرى. لنفترض مثلا بغيتي تغير هاد الاكله بشي وجبه مغربيه مثلا، غادي تمشي لجوجل وتكتب اسم الاكله، مثلا نديرو كسكس، وغادي يبانو عندي بزاف ديال الصور، ولكن حنا بغينا صور PNG يعني صور شفافه. غادي دير كليك على ادوات وتختار اللون، ومن بعد كليكي على الصور شفافه. نبقاو نازلين حتى تبان لنا صوره مناسبه لهاد الاكله. نختاروا هاد الصوره مثلا ونحتفظوا بها، وبنفس الطريقه نسحب الصوره فوق التصميم، نصغروا الحجم ديالها بالشكل المناسب. نقدروا نديروا كليك فوق الصوره ونسحبوها بلا سوغي، ومن بعد نديروا اونطري. اي حاجه بغيت ندير الدوبل ديالها ندير فوق منها كليك ومن بعد كنترول جي ونسحب بلا سوغي وغادي نلقى الدوبل ديالها. بغينا مثلا نغيروا التكست، غادي نديروا كليك فوق من التكست اللي بغينا وغادي تبان عندنا في اللاير. نديروا دوبل كليك فوق من هاد العلامه الصفراء وغادي يطلع لنا هاد الميساج كيقول لك بان هاد النوع من الخط اولا الفونت راه ما عندكش، وكيعطيك الاسم ديالها. الا انت عجبتك هذيك الفونت غادي تاخذ الاسم ديالها ودير ليه كوبيي وتمشي لجوجل ودير ليه كولي. تقدر تزيد قدامه فونت، دخل لاي موقع وغادي تلقى الخط للتحميل مجانا. كليك على داونلود وها هو تيليشارجا بسرعه. من بعد ندخل الملف اللي تيليشارجيت وندير عليه دوبل كليك ثم انستال فونت، ومن بعد نغلق النافذه وها هو عندي في الفوتوشوب. غير هو الا بغيتي تقرا عندك ضروري ما تسد الفوتوشوب وتعاود تفتحه من جديد. والا كنت باغي دير فونت من عندك جاهزه في الفوتوشوب دوبل كليك على التكست، من بعد ندير اوكي، ندير كليك هنا وغادي يبانوا عندي بزاف ديال لي فونت. بلا ما ندير كليك غير نسحب لا سوغي وغادي يتغير الخط حتى تلقى الخط المناسب. ولا بغيتي مثلا دير الخط باللغه العربيه كليك على التكست اللي بغيت وندير ليه اخفاء، من بعد ندير كليك على التكست تول ونجي لهنا وندير كليك ونكتب الكلمه اللي بغيت. وبحال تما الا لقيتي الكلمه مكتوبه بهذا الشكل غادي نمشي لفايل، من بعد نيو كرييت وغادي تفتح لي صفحه جديده. كليكي على تكست تول، دير كليك وسط الصفحه واكتب الكلمه اللي بغيتي، دير كنترول ا
من بعد كنترول سي ودير كليك في هذه الصفحه اللي فيها الديزاين ديال الفلاير. كليك على تكست تول ونجي للبلاصه اللي بغيت نكتب فيها الكلمه، ندير فيها كليك ومن بعد كولي. الا بغيتي تغير نوع الخط اولا الفونت غادي دير كنترول ا، وبنفس الطريقه كليكي على هذا السهم ونزل بهذه الاداه الاسفل حتى توصل للغه العربيه، وغير حرك السهم في هذه الخطوط وغادي تبقى تغير الكلمه لعده انواع من الفونت. وإلا ما لقيتيش الفونت اللي عجبك اولا بغيتي فونت جديد، سير غير لجوجل وكتب فري Arabic فونت، وغادي تلقى بزاف ديال المواقع فيها خطوط عربيه متنوعه بالمجان، بحال هذا الموقع مثلا براشيز. اي خط بغيتيه غير كليكي على داونلود او من بعد انستاليه بنفس الطريقه اللي شفتي قبيلات. ايضا موقع arabfont.com فيه بزاف ديال انواع الخطوط والكثير من المواقع. غادي ندير كليك على تكست تول، من بعد كليك وسط الكلمه وندير اونتري، من بعد كنترول ا ومن بعد كنترول تي، ونغير البعد ما بين الكلمتين او الحجم ديالهم او المسافه بيناتهم. اي حاجه بغيت نغيرها خاصه بالتكست غادي نلقاها في هذا الطابلو. الا بغيت نغير اللون ديال هذه الكلمه مثلا دير كليك على تكست تول وغادي نسيليكسيوني الكلمه ثم كليك في هذا الاطار للفوق ونختار شي لون في هذه الالوان، ولا نختار شي لون من نفس التصميم بهذه الاداه وندير اوكي وغادي يتغير اللون. نقدر نغير هنا رقم الهاتف او العنوان ايضا. الا بغيت نغير اللون ديال هذا الاطار مثلا غادي نكليكي عليه ومن بعد غادي تسيليكسيونا ليا اللاير الخاصه بهذا الاطار. غادي نجي لهاد اللاير هذه وغادي نكليكي جوج المرات فوق من هذيك الصوره وغادي يبان لي هذا الطابلو الخاص بالالوان، ونختار اي لون بغيت هنايا وغادي يتغير لي هذاك اللون على حساب هذاك الاطار. ومنين نختار اللون اللي بغيت غادي ندير اوكي. والا بغيت نغير اللون ديال الخلفيه مثلا نزل لاخر لاير حتى تلقى باك جراوند، كليكي على السهم وغيبانوا لك بعض صور الخلفيه. نختاروا مثلا هاد الخلفيه باللون الرمادي. الا بغينا نغيروا اللون كليك فوق من المستطيل ديال اللاير جوج المرات ونختاروا اللون اللي بغينا ومن بعد نديروا اوكي. والا بغيتي تغير مثلا اللون البرتقالي والاصفر ديال هاد الخلفيه غادي تنزل الباك جراوند وتكليكي على هاد العين باش تاكد انها خاصه بهاد الخلفيه. من بعد غادي ندير كليك على افكس وغادي تبان عندي gradient overlay، ندير عليها دوبل كليك وغادي تبان عندي هاد الصفحه. ندير كليك على هاد اللون، يمكن لي نختار الالوان اللي هنا اولا نغير اللون البرتقالي والاصفر. دوبل كليك في هذا المربع الصغير ونختار اللون المناسب وندير اوكي. من بعد نمشي للاطار الاخر دوبل كليك ونختار اللون المناسب مره اخرى ثم اوكي. وإلا بغيت نرجع خطوه واحده للخلف ندير كنترول زد. ملي تسالي التصميم خذ ليه صوره بالهاتف من الفوتوشوب وصيفطها للعميل على اساس انك انتهيت من العمل، وقل له الا احتاج اي تعديل على التصميم فانت في الخدمه. الا قال لك صافي موافق على النتيجه النهائيه عاود تاكد من جميع المعلومات اللي في التصميم، العنوان، رقم الهاتف مثلا او اي خطا كتابي. من بعد غادي تقوم باخراج التصميم على شكل صوره، ومن الافضل الا كانت بصيغه PDF. كليكي على فايل من بعد سيف از، اختار البلاصه فين بغيتي دير الصوره في الحاسوب. من بعد غادي تكليكي على هذا السهم واختار فوتوشوب PDF، من بعد سيف ثم اوكي ثم سيف PDF واخيرا يس. وقبل ما تصيفط له التصميم النهائي خذ من عنده 50% او لا 75% من الفلوس اللي بقات عنده اللي اتفقتوا عليها من قبل. والا بغيتي تحتفظ بالتصميم على شكل PSD يعني فوق ما بغيتيه مره اخرى غتلقاه، غادي تكليكي على فايل ثم سيف ثم غادي تختار في الفورما فوتوشوب ومن بعد غدير سيف ثم اوكي. ودابا غيولي عندك تومبليت. بالنسبه لهذا الشيء اللي شفنا على الفلاير انا عطيتك غير الفكره كيفاش تخدم عليها، وتقدر دير تعديلات اخرى كثيره ومتنوعه. اول حاجه كنعاود نذكرك مره اخرى من الافضل شوف هاد الفيديوهات وطبقهم مباشره. ماشي مشكل الا خداو لك شويه من وقتك، ولكن راك غادي تتعرف على اساسيات الفوتوشوب وتطلق يديك شويه في هذا البرنامج. ماشي مشكل تخطأ في بعض الامور، وعادي انك ما تفهمش في البدايه،
ولكن نهار على نهار غادي تلقى راسك كتطور بشكل ملحوظ، لدرجه ما تبقاش تيق راسك انك وليتي كدير شي حوايج عمرك حلمتي بهم. تيليشارجي الديزاين ديال هذا الفلاير اللي خدمنا عليه دابا، وحاول تطبق هذا الشيء خطوه بخطوه، وحاول تبدع شي شويه. انا غادي نخلي لكم اللين ديال هذا الفلاير في الوصف تحت الفيديو، وغادي نعتبره تمرين تطبيقي او امتحان بسيط لكل واحد فيكم. غير الصور والكتابه والالوان ورسلها ليا في الفيسبوك. عرفتي الا عطيتي غير سيمانه لهذه الطريقه اللي شفنا دابا بشكل يومي، غادي تولي دير شي حاجه رائعه بزاف. خاصك غير تبدا. كيف ما قلت لكم، يمكن لك تبيع الخدمه ديالك للناس اللي في مدينتك او اللي عن بعد، وفي هذه الحاله ما تحتاجش انك تكلف بالطباعه، كتصيفط ليه فقط غير PDF ديال الديزاين. ايضا يمكن لك دير صفحه ديال الفيسبوك او الانستغرام مثلا، وبقى تنشر فيها التصاميم ديالك، ودير رقم الواتساب ديالك والمعلومات الخاصه بك. ايضا يمكن لك دير حساب في موقع بيهانس ودير فيه التصاميم ديالك. يمكن لك تقترح الخدمه ديالك على مختلف انواع المؤسسات والجمعيات، التعاونيات، الشركات والمحلات التجاريه والمطاعم، وزيد وزيد وزيد. راه ما غياخذ لكش الديزاين ديال بحال هاد الخدمه حتى نص ساعه من وقتك. ايضا يمكن لك تبيع الخدمه ديالك في بزاف ديال المواقع ديال بيع الخدمات بحال مستقل، خمسات، فايفر والكثير. ناخذ فايفر على سبيل المثال. شوفوا معايا عدد الطلبات على هذا النوع من الخدمات، الناس خدامين تبارك الله. ناخذ فقط بعض الامثله. هذا بدي السعر ديال الخدمه ديالو من 15 حتى 25 دولار، وعنده اكثر من 3000 طلب و16 زبون كيتسناوه دابا في هذه اللحظه اللي كنهضروا فيها باش يرسل لهم الطلبات ديالهم. هذا الشخص عاوتاني 5000 طلب والسعر بادي عنده من 25 دولار. خدمه اخرى باكثر من 9000 شخص اللي شراو هذه الخدمه، و18 شخص اللي طلبوا الخدمه وكيتسناو الطلبات ديالهم. في هذه الحاله ما تحتاج لا المطبعه لا والو، كترسل فقط غير الديزاين بشكل مباشر. ماشي غير الفلاير اللي تقدر تبيع، حتى لي بيزنس كارد او لي كارت فيزيت حتى هما عليهم طلب كبير، سواء في بحال هذا الموقع او لا مع ناس من مدينتك. مثال اخر ديال لي بروشور او المطويات. ما نساوش الكارد انفيتيشن ولا بطاقه الدعوه، في الغالب عندها علاقه بالمناسبات او الحفلات. الموني ديزاين كيحتاجوها بزاف لي ريستورون، لي زوتيل، مقاهي وجميع المحلات ديال الاكل. نوع اخر من التصميم الريزوم ديزاين او لي CV، كيحتاجوهم بزاف طلبه وجميع الشباب بصفه عامه. صراحه عليهم طلب كبير، خصوصا اذا كانت شي حاجه احترافيه. راه كاينين بزاف ديال الناس تقبلوا في الخدمه مع الشركات والمؤسسات غير من الشكل ديال CV. تصميم من نوع اخر واللي هو الرول اب بانر، كيحتاجوه بزاف في المعارض او اللي قدام المحلات التجاريه بصفه عامه. واخيرا الموكاب ديزاين. الموكاب اخوتي هو واحد الصوره اشهاريه او فيديو اشهاري لشي منتج معين ولا خدمه معينه ومصوبه بطريقه احترافيه بزاف. في الغالب كتكون على شكل تومبليت او قالب فوتوشوب مثلا الا كنا كنهضروا على الصوره. ولكن اللي زوين في هاد التومبليت انك تقدر دير الصوره ديال المنتج ديالك او اللوغو ديالك او الاسم ديالك او اي معلومه عندها علاقه بالمنتج ديالك، وفي هذه الحاله كيبان المنتج ديالك بشكل احترافي بزاف. وهذه فكره اخرى رائعه تقدر تخدم بها مع الناس اللي خدامين في التجاره الالكترونيه، لانها غادي تجيب لهم بزاف ديال الكليان وغتعطي قيمه كبيره للمنتج ديالهم، وكيبان المنتج بشكل بروفيسيونيل في الصوره. وهذه بزاف ديال الامثله في موقع فايفر على الموكاب. كلشي هاد لي ديزاين اللي شفنا، لي فلاير، بيزنس كارد، بروشير، انفيتيشن كارد، ماني ديزاين، ريزوم ديزاين، رول اب بانر، موكاب، غادي تلقاوهم في هذا الموقع وتقدروا تيليشارجيوهم بشكل مجاني 100%. ويمكن لك تعدل عليهم بنفس الطريقه اللي عدلنا بها الفلاير. بالنسبه لهذا الموقع خاصك تعرف انه كنز كبير بالنسبه لك، حيت هاد التصاميم كيتشراو بالثمن، على حساب كل موقع وبشحال كيبيعهم. بالنسبه لتصاميم الموكاب كثيره في الموقع وغادي تلقاو بزاف ديال الامثله منها. ولكن كيفاش نديرو نعدلوا على هذا الموكاب؟ اولا نختاروا الموكاب اللي بغينا. مثلا انا بغيت ندير اشهار لشي تيشيرت مثلا ديالي، ناخذ هذه على سبيل المثال ونتيليشارجيوها بنفس الطريقه اللي تيليشارجينا بها الفلاير. غادي يبانوا عندي 4 ديال الملفات. غادي نديرو كليك 2 المرات على هذا الملف، غادي يتفتح ليا بهذه الطريقه. كليك في هذه البلاصه، من بعد كليك على اللاير الخاصه بالموقع وغتبان عندي هذه الصوره بهذه الطريقه.
الا بغيت نغير اللون ديال التيشورت مع اللوغو غادي ندير كليك 2 المرات على replace artwork here وغادي ننتقل لهاد الصفحه، نجيب الصوره او اللوغو اللي عندي ونديرهم فوق من هاد الصوره، كليك بشكل متواصل، نكبروا الصوره حتى تولي قد الصوره السابقه، ومن بعد نديروا اونطري، نديروا اخفاء للصوره السابقه، كليك على فايل ثم سيف ثم اوكي، ومن بعد نرجعوا للصفحه السابقه وغادي نلقاو الصوره ديالنا تغيرات على حسب الشكل واللون اللي بغينا. ودابا غنتيليشارجيوها من فايل، من بعد سيف، ومن بعد نختاروا فورما JPEG، ومن بعد سيف ثم اوكي. وهذه الطريقه يمكن لك ديرها على جميع المنتجات، ويمكن لك دير اشهار لراسك للخدمات اللي كتقدمهم من خلال هذا الموقع. تخيل معايا واحد كيبيع العسل مثلا وبغى يطلق حمله اعلانيه في الفيسبوك وصوبتيها ليه بهذه الصوره بشكل احترافي، او لهذوك الناس اللي خدامين في مواد التجميل، او للكثير من الامثله. الصراحه موجودين الناس اللي محتاجين هذا الشيء، خصوصا انه دابا كلشي باغي يدير تجاره الكترونيه. اذا هذه فرصه رائعه بالنسبه لك، وخصوصا انه ما كتاخذلكش بزاف من وقتك، كيف ما شفتوا معايا دابا ما خداتش لينا حتى 2 دقائق من وقتنا. وفي الاخير بغيت نشكركم على الاهتمام ديالكم بهذا الموضوع، وكنشكركم ايضا على الثقه ديالكم. كنحاول نشوف لكم طرق العمل على الانترنت اللي تكون بسيطه وما تاخذ لكمش وقت كبير ومطلوبه في نفس الوقت، وايضا ما غاديش تحتاج فيها لراس المال كبير باش تبدا فيها. راس المال عندك بالنسبه لهذا الفيديو هو حاسوب وانترنت وشويه ديال الصبر والعزيمه والمثابره حتى توصل للاهداف ديالك ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الدوره الخاصه بالرسوم المتحركه والربح من خلال العمل على هذه الفيديوهات، راني ما نسيتكمش، لان غادي تكون هذيك الدوره من بين اهم وافضل الدورات اللي قدمتهم صراحه. بقات عليها فقط ايام قليله ان شاء الله. كنشكركم على التعليقات ديالكم الرائعه صراحه، وعلى اخلاقكم الطيبه. كيف العاده ما سخيتش بكم، ولكن هذه المره الفيديوهات القادمه ستكون اروع واجمل ان شاء الله، وستكون متنوعه ومفيده في مجالات مختلفه. ما تنسوش تخليو التعليقات ديالكم والاراء ديالكم والملاحظات، لانها كتهمني بزاف. والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله.